قالت أم معبد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر عليها في أثناء هجرته إلى المدينة: ظاهر الوضاءة أي ظاهر الجمال، أبلج الوجه أي مشرق الوجه مضيئه، حسن الخلق لم تعبه ثجلة. الثجلة عظم البطن مع استرخاء أسفله. ولم تزر به صعلة أي صغر الرأس. وسيم المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له سمة. قسيم حسن قسمة الوجه أي كل موضع منه أخذ قسما من الجمال. في عينيه دعج اشتد سوادها وبياضها واتسعت. وفي أشفاره أي أحدابه وطف أي طول. وفي صوته صحل أي شبه البحة. وفي عنقه سطع أي طول العنق. وفي لحيته كثافة. أحور اشتد بياض عينيه مع سواد سوادهما. أكحل أي ذو كحل أي اسودت أجفانه خلقة. أزج أقرن أي مقرون الحاجبين شديد سواد الشعر. إذا صمت علاه الوقار أي الرزانة والحلم. وإذا تكلم علاه البهاء من الحسن الجلال والعظمة. أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر أي لا قليل ولا كثير، يعني ليس بقليل فيدل على عي ولا كثير فاسد. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن أي كلامه محكم بليغ. ربعة لا تقتحمه عين من قصر أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. ولا تشنأه من طول أي لا يبغض لفرط طوله. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا أي قامة. له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود أي مخدوم. محشود الذي يجتمع الناس حوله. لا عابس ولا مفند. العابس هو المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، والمفند أي الذي لا فائدة في كلامه لكبر أصابه. هذا وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو من أبلغ الوصف الذي وصفته به أم معبد رضي الله عنها.